ازاي تعمل فلوس اللي انت شايفها دي من موبايلك بطريقة مجربة 100%، ولا مش هتشوف اعلانات وتاخد عليها فلوس، ولا هتملى استبيانات، ولا هتتعلم مهارة، ولا هتتداول، ولا هتتاجر، ولا اي حاجة من الحاجات دي. وكمان ممكن تعملها من اي بلد انت فيها ومن غير ما تظهر بوشك، لانك هتعمل يو جي سي. هقولك في الاول انت ممكن تعمل من اليو جي سي كام عشان عارفك يعني بتحب الفلوس وكده. كلنا طبعا. بص، لو انت مبتدئ خالص فانت اقل حاجة ممكن تعمل 1000 جنيه في الفيديو الواحد، وده لو انت مبتدئ، عشان خاطر ما تتخضش من الرقم وما تقللش من سعرك وما ترخصش من نفسك وما تخليش حد يستغلك. ال1000 جنيه دي بداية، وبإذن الله تعرف تعمل أكتر منها في وقت قليل لو انت اجتهدت وحطيت المجهود المناسب. قبل ما أكمل أنا هسيب لك لينكات أي حاجة أنا هقولها في وصف الفيديو ده عشان ما تقعدش تتعب وتدور وكده. طب الأول كده، هو يعني إيه يو جي سي؟ يعني يوزر جنريتد كونتنت. والله فهمت انا كده، يعني انك بتجرب منتج معين او خدمة معينة وبتقول رأيك فيها في فيديو يتراوح من 15 ثانية لدقيقة، في الرينج ده. بس يكون الفيديو طبيعي مش اعلان، يعني ما تجيبش كادرات بقى بروفيشنال وتصور مش عارف بكاميرا ايه واضاءة ايه وبتاع. لا، هو اصلا فكرة الفيديو ده ان هو يبقى طالع من كاستمر خد الحاجة وجربها، يعني عميل خد المنتج وجربه او خد الخدمة وجربها وبيقول رأيه فيها. يعني مش محتاج تصوير خرافي ومونتاج خرافي وايفون والكلام ده كله. كل ما يبقى طبيعي وبسيط اكتر كل ما يبيع اكتر. البراندات بتبعت لك المنتج بتاعها انت تجربه، وكمان بتديك فلوس، يعني هدايا وفلوس. بذمتك في احلى من كده؟ وكمان ممكن تطلع بوشك او ما تطلعش بوشك لو انت دي حاجة انت مش حاببها يعني. ده موجود وده موجود. طب يا ترى البراندات بتستفيد ايه؟ يعني انا ايه اللي هيخليني اديك هديه وكمان اديك فلوس؟ بتستفاد انها بتاخد الفيديو بتاع حضرتك، بتعمل عليه اعلانات على فيسبوك، على تيك توك، على ايا كان، تبدا تبيع بارقام خياليه، لان فعلا اليو جي سي او اليوزر جنريتد كونتنت او الفيديو اللي حضرتك هتعمله بيبيع اكتر من اي فيديو اعلاني. وده على فكره مش كلامي، في احصائيه عملتها بازار فويس بتقول ان 79% من الناس اللي بتشتري اونلاين او الناس اللي بتشتري عموما بيأثر فيها موضوع ان يبقى العميل مجرب او نشوف حد مجرب المنتج ده قبل كده وعرض تجربه، اللي هو اليو جي سي. بيعتبروا التجربه صادقه والمنتج ده صادق فعلا لو في حد مجربه وعمل عليه يو جي سي. عرفت بقى البراندات بتستفاد ايه؟ انت بتاخد المنتج وبتاخد فلوس، والبراندات بتبيع بارقام خياليه، يعني انت كسبان وهم كسبانين والعميل كسبان. انا بقى جاي اقول لك دلوقتي ازاي تبدا، مش من الصفر بقى، من تحت الصفر، ازاي تبدا في المجال ده، وهبقى معاك حرفيا من اول ما تمسك موبايلك لحد ما تمسك الفلوس. هات شويه ميه جنبك كده عشان الفيديو ده مطول. اول حاجه او اول مشكله هتواجهك لما تيجي تبدا المجال ده وتيجي تشوف عميل، ابسط حاجه هقولها لك: هو فين شغلك القديم؟ فين البورتفوليو وسابقة الاعمال بتاعتك؟ بس انا يعني ما عملتش الموضوع ده قبل كده بصراحة، بس انا يعني ممكن اجرب. هات المنتج واجرب اعمل لك، ولو يعني لو ما عجبكش هبقى هاخد المنتج ده وخلاص. يا عم اصبر ما تقلقش، انا هقول لك ازاي تعمل سابقة اعمال وحاجة فل الفل ومن البيت، ومش هتكلفك اي حاجه خالص. هنعملها دلوقتي، يلا بينا. بص حواليك كده وانت بتتفرج على الفيديو ده، وهات لي 3 حاجات عشوائيه جنبك، اي 3 حاجات عشوائيه. وهثبت لك ان الحاجات عشوائيه فعلا. انا جبت ماوس، مكنه حلاقه، ستاند اللابتوب. همسك معاك اول حاجه اللي هو الماوس. الماوس ده من غير سلك ومش بيتشحن لان هو فيه حجاره، ولونه رمادي كده، لونه شيك ومسكته مريحه. وقف الفيديو دلوقتي وامسك اي حاجه من ال3 حاجات اللي انت جبتهم وقول لي 3 مميزات فيها. بس قبل ما توقف، ثواني معلش، قبل ما توقف انا عايزك تقول لي 3 مميزات مش 3 صفات. طب ايه الفرق؟ يعني ما تعملش زيي وتقول ان الماوس ده من غير سلك. قول الماوس ده اقدر اتحرك بيه براحتي واجيبه من هنا لهنا من غير ما في سلك يتلعبك ولا اي حاجه من الحاجات دي، لانه من غير سلك. الماوس ده قعد معايا اكتر من 18 شهر من غير ما اشحنه، لانه اصلا مش بيتشحن، هو بيجي معاه بطاريه داخليه بتقعد اكتر من 18 شهر انت بتحتاجش تغيرها. الماوس ده انا ببقى يعني مبسوط وانا نازل بيه في اي حته عشان هو شكله شيك ولونه كده رمادي وجميل ومن غير سلك بقى، ومش هيخلي شكلي وحش وبتاع. الماوس ده خلاني اشتغل ساعات اكتر وانجز اكتر لان مسكته فعلا مريحه. يعني الماوسات اللي قبل كده كانت بتتعب لي ايدي، فبضطر ان انا اشتغل شويه صغيرين وبعد كده اريح وبتاع. بس ده اشتغلت بيه كتير وما حسيتش باي تعب. فهمت انا عملت ايه دلوقتي؟ انا مش عايز مواصفات الماوس ده، انا هعيش ايه لما اجيب الماوس ده، او انت هتعيشني ايه لما اشتري الماوس اللي انت بتعلن عنه. يعني خليني احس بالحاجات، المميزات اللي في الماوس ده فعلا اللي انا هفهمها، واللي انا فعلا احس ده انا الماوس اللي بسلك عندي ده بيلعبك لي الدنيا خالص، ده فعلا دي حاجه مميزه. او ده انا ايدي بتوجعني من الماوس اللي معايا ده، فده كويس فعلا. امسك ال3 حاجات اللي انت جبتهم دلوقتي عشوائيين وبجد قوم اعمل اللي انا بقولك عليه دلوقتي ده، عشان هنحتاجه بعدين، لان دي اول مرحله. هتصحى بكره الصبح هتلاقي الشمس طالعه والجو جميل والشمس داخله عندك الاوضه. الماوس الجميل بتاعك هتمسكه كده، طلع موبايلك الجميل، يفضل يكون معاك ستاند للموبايل عشان تسند عليها الموبايل، او لو ما معاكش اسنده على كتاب او اي حاجه، بس يفضل. هي سعرها من 50 70 120 150 جنيه في الرينج ده. دي انا كنت جايبها ب 100 جنيه وحلوه.
يعني انت مش تحتاج تستثمر فلوس كتير قوي في الستاند. هتخلي الشمس تخبط في الماوس، يعني ما تبقاش الشمس هنا مثلا وانت ماسك الماوس كده، لا يعني خلي الماوس والموبايل، خلي الشمس جايه عليهم، ما تبقاش في ظهرهم، عشان ينور لك الماوس كله او ايا كان الحاجه اللي انت هتصورها. مره وانت ماسك الماوس بايدك كده وقاعد على الترابيزه عشان تثبت لي ان هو مريح زي ما انت قلت لي، مره وانت بتفتح الماوس كده من الظهر وبتطلع لي الحجاره اللي انت بتقول ان هي بتقعد 18 شهر، ممكن تفضل تمسك الماوس وتلفه يمين شمال عشان توريني لونه الرمادي اللي انت قلت ان هو شيك، او ممكن تقعد تحرك الماوس يمين وشمال عشان تثبت لي ان هو ما فيهوش سلك. يعني حرفيا كل ميزه انت قلتها انا عايزك تصورها لي اشوف واسمع. كل فيديو هيبقى 3 ل 5 ثواني مش اكتر من كده، وزي ما قلت لك لا اضاءه ولا كاميرا ولا مايك ولا اي حاجه من الحاجات دي، موبايلك، اضاءه الشمس، مش عايز اكتر من كده. ولو عاوز تجيب افكار لكادرات معينه وطرق تصوير معينه، هتخش بنترست او تيك توك او انستجرام وتكتب UGC، هتلاقي ناس كتير قوي منزله فيديوهات UGC، هتبدا تاخد منها افكار كادرات، لا ده بيجيب من فوق، لا ده بيجيب من تحت، لا ده حاطط مش عارف ايه جنب ايه، ده حاطط زرع جنب الماوس، حاطط مش عارف ايه. فتبدا تجمع افكار وتكتب انا بعد كده لما اجي اصور المنتج ده هعمله بالطريقه دي، او انا هقوم دلوقتي اجيب الموبايل واقوم اجيب منتج واحاول اصور بالكادر اللي انا شفته دلوقتي. جمع افكار، وخليك دايما متابع تيك توك ومتابع الترندات عشان اي ترند جديد يطلع ممكن نستغله. فاكر بقى المميزات اللي احنا كتبناها دلوقتي هنسجلها صوت في سكريبت حلو كده وبسيط جدا، وهقول لك دلوقتي ازاي تكتب سكريبت 100. اول حاجه السكريبت بيعدي بثلاث حاجات: الهوك، المحتوى، الكول تو اكشن. مش فاهم حاجه يعني، مشي الدنيا معانا كده. الهوك ده اللي هو اول حاجه في الفيديو خالص، اللي هو بتشدك تكمل الفيديو، اصلا بيبقى غالبا من ثانيه لثلاث ثواني، ممكن يبقى هوك كلام، ممكن يبقى هوك بصري لحاجه تحصل في الفيديو، ممكن يبقى هوك سمعي تسمع حاجه اول مره تسمعها، ممكن يبقى حاجه مكتوبه كده تشدك اللي هو ايه اللي مكتوب ده. كل دي افكار هوكات. من ضمن الهوكات اللي انا كنت بستخدمها عندي في التيك توك الفيديو بتاع من 100 جنيه ل 113,000 جنيه. طب ازاي؟ هنا يبدا يخلق عندك فضول، هو ازاي الشخص ده وصل من 100 جنيه ل 113,000 جنيه؟ خلاص انا هكمل فيديو عشان انت خلقت عندي فضول ومحتاج ان انت تقفل. دي كانت اول مرحله. تعالوا نطلع هوك للماوس واقول لك بالظبط بعملها ازاي. ممكن اقول لولا الماوس ده انا كنت هخسر 100,000 جنيه، او ان الماوس ده وفر لي 100,000 جنيه، او ان الماوس ده كان سبب ان اكسب 100,000 جنيه. انت بتشوف الفيديو دلوقتي وبتقول حاجه من الاتنين، يا اما انا بقول اي حاجه في الهوك عشان بس اجيب المشاهد، يا اما انت فعلا مستني تعرف ازاي الماوس ده كسبني 100,000 جنيه او مخلينيش اخسر 100,000 جنيه. خليني اقول لك لا، انا مش بحور، وفعلا الماوس ده وفر لي اكتر من 100,000 جنيه، وهقول لك دلوقتي ازاي. كده انت عملت الهوك واول مرحله عندك تمام، باقي مرحلتين: المحتوى والكول تو اكشن. وعشان ما صعباش عليك هسيب لك تحت في الديسكريبشن 100 هوك جاهزين ان انت تستخدمهم في فيديوهاتك، هتعدل عليهم حاجات بسيطه، هم ينفعوا لمعظم الحاجات بس انت ممكن تعدل عليهم حاجات بسيطه عشان تاخد منهم اكبر فايده. يلا بينا نعمل تاني حاجه اللي هي المحتوى. المحتوى لازم يكمل بعد الهوك، لازم يلحق الهوك، يعني ما ينفعش ان انت تقول الهوك حاجه وبعد كده ترجع تخش بمحتوى تاني خالص، لا انا عايزك تقول الهوك وتكمل المحتوى بحاجه ليها علاقه بالهوك، تثبت لي فعلا ان انت الماوس ده وفر لك 100,000 جنيه او كسبك 100,000 جنيه او ايا كان. دخلني يلا في القصه. فعلى سبيل المثال ممكن اقول كنت قاعد على اللابتوب في يوم عادي جدا، وبعد كده جالي تليفون وساعتها كان معايا ماوس بسلك، قمت بسرعه وما خدتش بالي ان السلك بتاع الماوس كان شابك في التيشيرت بتاعي، ولما قمت الماوس شبك فيا وكان مشبوك في اللابتوب، واللابتوب كان هيقع وكان فعلا هيخسرني اكتر من 100,000 جنيه، بس الحمد لله ربنا ستر. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ انا قلت لك فعلا حكايه حصلت معايا وكانت هتخسرني اكتر من 100,000 جنيه بس اتحلت بسبب الماوس ده. كمل المحتوى بتاعي واقول فقررت ساعتها ان انا اشتري ماوس من غير سلك عشان ما تعرضش الموقف ده تاني واخسر اللابتوب بتاعي. دخلت دورت كتير على احسن ماوس من غير سلك ويكون الناس بتشكر فيه ويكون سعره كويس، فلقيت الناس بتشكر في ماوس لوجيتك. اشتريت الماوس وجربته لمده شهر، واكتشفت ان انا ممكن احط الماوس في اي مكان انا عايزه، هنا او هنا، من غير ما ابقى خايف ان هو يتلف في حاجه او يوقع حاجه او كل الكلام ده، لانه من غير سلك. وكمان ما شحنش الماوس ولا مره، لانه اصلا ما بيتشحنش، هو بيجي معاه بطاريه داخليه بتقعد اكتر من 18 شهر ولا بتغيرها ولا بتشحنها. وبقيت بنزل اقعد على اي كافيه باللابتوب وانا مرتاح، لان الماوس شكله فعلا حلو ولونه حلو ومش عامل سلك ومش لافف حوالين اللابتوب ومش شكله مش وحش. غير طبعا اني بقيت بشتغل وقت اكبر، لان مسكه الماوس فعلا مريحه، مش زي الماوسات اللي انا كنت بستخدمها قبل كده اللي كنت كل شويه اقوم احرك ايدي وافك ايدي وبتاع. لا الماوس ده انا بفضل اشتغل عليه فتره طويله من غير ما ايدي توجعني خالص. لما تتخض وتقول يا لهوي انا هكتب كل الكلام ده ازاي، انا ما عملتش حاجه، انا جبت كل المميزات اللي احنا قلناها فوق عملتها في قصه. ودي الميزه، القصه كفيله انها تخليك مشدود لاخر الفيديو، وكمان تبيع لك اي حاجه حتى لو انت مش عايزها. كده خلصنا جزء المحتوى وباقي الكول تو اكشن. يعني ايه الكول تو اكشن؟ خليني اقول لك ان الكول تو اكشن دي كفيله انها تجيب لك ملايين او تخسرك ملايين، وده بجد. الكول تو اكشن دي اللي انت بتقول للعميل في الاخر يعمل ايه. ممكن تقول له لو عجبك تقييمي للمنتج اعمل لي فولو، لو انت مهتم بمحتوى التقني اعمل لي فولو، لو انت عايز تجيب الماوس ده اللينك عندي في البايو. اخر حاجه هتقولها للعميل ايه، او اخر حاجه هتقولها للمشاهد ايه؟ لو قلت له لو انت عجبك المحتوى ده هتلاقي منه كتير عندي يبقى اعمل لي فولو، لو قلت
له لو مهتم بالمحتوى التقني، انا بعمل محتوى تقني، اعمل لي فولو. لو قلت له اللينك بتاع المنتج ده عندي في البايو هيخش يشتري. شفت ازاي انت ممكن تكسب ملايين وازاي تخسر ملايين بنفس الفيديو، بس اختلاف الكول تو اكشن بس. خلاص كتبت السكريبت وكنت مصور شويه فيديوهات، يلا بينا نخش على المرحله اللي بعدها، وان احنا نسجل الفويس اوفر. عشان تطلع فويس اوفر كويس مش محتاج مايك، انت محتاج موبايلك ومحتاج دولاب. ايه علاقة الدولاب؟ عشان تسجل صوت حلو لازم تبقى في مكان مليان عفش كتير او مليان حاجات كتير وفي حتة ضيقة، يعني من الاخر تحت السرير بقى جوه الدولاب، حتة يكون فيها عفش كتير، المهم ما يكونش فيه صدى صوت. فانا قلت جوه الدولاب احسن. هتخش جوه الدولاب يا باشا، تحط التليفون كده جنب اللبس وتطلع منه يعني تخلي المايك بتاعه هو اللي ظاهر، تقفل مروحتك لو انت مشغل مروحة وتبدا تسجل الفويس اوفر. لو عايز تحسن الصوت اكتر هتخش على موقع اسمه ادوبي بودكاست، هبقى حاطط لك برده اللينك بتاعه في الديسكربشن. هترفع له الفويس اوفر بعد ما تسجله، هيخليهولك بجد عبقري، بيحسن الكواليتي بشكل يا جدعان بجد. انت هتشوف، يعني انا سيب لك الويب سايت تحت، هو مجاني 100%، هتشوف بجد ازاي هو بيحسن الكواليتي بتاعت الصوت. كتبت السكريبت وسجلته وصورت، يلا بينا نمنتج، نحط الصوت على الصوره برضو ببرنامج مجاني كاب كات، اكيد سمعت عنه. حتى لو ما سمعتش عنه هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. هتاخد الفيديوهات اللي انت صورتها والفويس اوفر اللي انت عملته وتحط الاثنين على بعض عن طريق كاب كات. هسيب لك برضو تحت كورس مصغر كده لكاب كات ازاي تستخدمه عشان ما تدورش انت برضو كتير. بقول لك انت زهقتني وانا عايز انجز، انت طولت قوي. لا ما تخافش، ده كانت اصعب حته في الفيديو، احنا بعد كل ده باذن الله كله سهل. اللي جاي بقى ان انت تمسك بقى المنتجات اللي انت اخترتها وتبدا تعمل فيها نفس الكلام، سكريبت، فويس اوفر، تصور، تركب ده على ده، وانت كده طلعت فيديو. بس ما تعملهمش بنفس الشكل. اليو جي سي في كذا اوبشن ممكن نستغله، وده اللي احنا محتاجين نعمله فعلا. طب ايه انواع اليو جي سي؟ انت تعمل انبوكسنج لمنتج وانت بتقول مميزاته، دي كده واحد. اتنين، هتحكي تجربتك الشخصيه مع المنتج وايه اللي المنتج ده اداهولك. 3، طرق استخدام المنتج المختلفة لو في طرق مختلفة او لو مفيش طرق استخدام المنتج. 4، تقدم مشكلة ويكون الحل بتاعها المنتج بتاعك. عاوزك تاخد ال4 افكار دول وتعمل لي 4 فيديوهات ب4 منتجات مختلفة. انبوكسنج الحاجة انت جايبها جديد او لو حاجة عندك قديمة ولسه معاك العلبة بتاعتها، حطها في العلبة تاني واعمل لها انبوكسنج. تحكي تجربتك مع منتج تاني، تقول طرق استخدام منتج تالت، تقول مشكلة ويطلع حلها منتج رابع. بص اتشقلب، عايزك يبقى معاك من 4 ل6 فيديوهات عشان دول اللي هنعمل بيهم البورتفوليو بتاعنا. الحمد لله عملت 6 فيديوهات، يلا بينا نعمل بورتفوليو. ان احنا نحط ال6 فيديوهات دول في ملف كده اسمه سابقة اعمال اسمه بورتفوليو، وهنعمله بطريقة مجانية 100% عن طريق كانفا. برضه هسيب لك اللينك في الديسكربشن. تكتب في السيرش بتاع كانفا كلمة بورتفوليو، هتختار اي شكل يعجبك. انا مثلا هختار الشكل ده. اول صفحة هتكتب اسمك وتحتها بورتفوليو وهتحط صورتك، او لو انت مش حابب تحط صورتك ما تحطش صورتك. تاني صفحة هتكتب شوية معلومات عنك، ولو اني مش من هواة ان انت تكتب معلومات عنك لان العميل مش مهتم بيك خالص بصراحة، العميل مهتم باللي انت بتقدمه. بس يلا يا عم هتكتب شوية معلومات عنك، انا اسمي كذا كذا، بحب المحتوى، بعرف اعمل محتوى، انا عملت مره مش عارف هنا ايه، عملت مره مش عارف هنا ايه. بص اديني يعني شويه حاجات لها علاقه باليو جي سي ولها علاقه بالكونتنت، شويه معلومات عني كده تخلي العميل يقول ده في بني ادم هنا فعلا، مش مجرد حد عايز ينتش مني 1000 ولا 2000 جنيه. هتيجي هنا تكتب الكلمه اللي مكتوب عندك في السيرش دي. دلوقتي هيطلع لك اشكال موبايلات، فريمات موبايلات، هتحطها كده في الشكل اللي زي ما انت شايف، وتكون عامل ابلود بالطريقه دي للفيديوهات بتاعتك اللي انت عملتها، اللي هو ال4 أو 6 فيديوهات اللي احنا عملناهم، ويفضل يبقوا 6. تبدا تشد الفيديوهات بتاعتك تحطها في الفريمات بتاعت الايفون اللي احنا حطيناها في الصفحه الثالثه او الرابعه. والصفحه اللي بعدها بقى الصفحه اللي انا بصراحه بحبها جدا، صفحه الاسعار والعروض. الفيديو ب1000، 3 ب2000 ونص، الخمس فيديوهات ب4000. يلا يا عم عاملين عروض. بص احنا بنضحي، تعال اقول لك على حاجه، عشان بص انت لو نزلت عن 1000 جنيه في الفيديو الواحد، انا بص والله العظيم مش عارف اعمل فيك ايه. يا اسطى ما ترخصش سعرك عشان ما توقعش المجال. هو ب1000 جنيه او اقل فيديو ب1000 جنيه، خد 1000 جنيه، انت خسران ايه؟ ما تقولش انا لو عملته ب 200 جنيه هيجي لي عملاء اكتر. لا مش هيجي لك عملاء اكتر، لان انت كده كده رزقك وهتاخده. ولما العميل يشوفك مرخص سعرك مش هيتعامل معاك، لان هيبقى عارف ان انت ما عندكش كواليتي. مش هكرر الحوار ده تاني يا جدعان. 1000 جنيه اقل حاجه في الفيديو، وبعد كده بتعلي عليهم مش بتقلل. عصبتني بس بحبك برضه. عاوزك تكتب انت ال1000 جنيه بتاعت الفيديو دي العميل هياخد بيها ايه. هياخد سكريبت، هياخد فويس اوفر، هياخد بي رولز اللي هي الفيديوهات بتاعت المنتج، هياخد فيديو كامل، وهياخد كمان 3 تعديلات على الفيديو. لو انت يعني كريم قوي ممكن تعمله 3 تعديلات على الفيديو وتدوس سيف، وبعد كده شير، وكده معاك احلى بورتفوليو لاحلى يو جي سي كريتور في مصر كلها. عملت فيديو، عملت بورتفوليو، يا اسطى انا عايز اجيب عميل. ما تخافش والله هنجيب عميل دلوقتي اهو. تعال
تعالى انا جاي لك في الكلام. هتخش على فيسبوك ادز لايبراري، هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. تيك توك ادز لايبراري، وهسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن، وهتكتب كلمه شحن مجاني او فري شيبنج او 50% خصم او ايا كان الكلام اللي بيبيع ده. هتلاقي كميه اعلانات ما تتعدش. والخبر الحلو قوي قوي بجد ان كل دول عملاء. كل دول عملاء ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. مش الناس دي عامله اعلانات؟ بص، الفيسبوك ادز لايبراري دي بيجيب لك، انت كتبت كلمه شحن مجاني بيجيب لك كل الناس اللي عامله اعلانات وكاتبه في اعلاناتها شحن مجاني. شايف كل الناس اللي ظهرت لك دي؟ كل الناس دي عامله اعلانات، يعني كل دول عملاء. الناس دي مضيعين على نفسهم فرصه كبيره، وانت مضيع على نفسك فرصه كبيره. هم مضيعين على نفسهم ايه؟ مضيعين على نفسهم ان حد يعمل لهم فيديوهات يو جي سي يبيعوا بيها اكتر، وانت مضيع على نفسك ان انت اللي ممكن تعمل الفيديوهات دي وتبيعها لهم وتاخد فلوس. يبقى انت كسبان وهم كسبانين دلوقتي، ولا انت مستفيد ولا هم مستفيدين. فانت دلوقتي معاك كلاينتس قد كده حرفيا بالكيلو، وانت يا باشا معاك تليفونك ومعاك المنتج بتاعك او معاك الفيديوهات بتاعتك، البورتفوليو اللي انت عملته. يلا نجيب فلوس. طب اخش اقول لهم ايه؟ يعني اخش اقول لهم ايه كده بقى عشان نجيب فلوس وننجز؟ اديك الرساله اللي فعلا لو بعتها يعني باذن الله باذن الله باذن الله هتجيب لك بجد عميل. انا هقولها على اسمي طبعا، بس انت اكيد مش هتروح تقول لهم انا محمد ايهاب يعني، بس انا بقول ان انا محمد ايهاب. صباح الخير، انا محمد ايهاب، وكنت بقلب على الفيسبوك وظهر لي الاعلان بتاعكم. فعلا المنتج جميل جدا، ولاحظت حاجه ان الكومنتات قليله على المنتج، مع ان في ناس تانية بتبيع المنتج ده وعليها كومنتات اعلى. وتبقى شفت ناس بتبيع المنتج عليها كومنتات اعلى عشان احنا ما بنحورش يعني، ما تكذبش. السبب ممكن يكون في الكرييتيف بتاع الاعلان اللي انتوا عاملينه، اللي هو الصوره او الفيديو اللي انتوا مستخدمينها. دلوقتي الناس بتشتري اكتر او بتثق اكتر في البراندات اللي بتنزل الريفيوز بتاعت العملاء والتجارب الشخصيه بتاعتهم، او اللي بيتقال عليه اليو جي سي. وانا باذن الله اقدر اساعدكم في حاجه زي كده، لان انا عملت الموضوع ده قبل كده، واقدر اوفر ليكم فيديوهات يو جي سي كويسه جدا المنتج بتاعكم، زي الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده اللي هي دي. لينك البورتفوليو بتاعك اللي احنا كل ده بنعمله بذمتك وانت بتسمعني ابقى اقول كده، انت ما اشتريتش يعني؟ انت لو براند ما اشتريتش باللي انا قلته ده، طب مش هتجرب على الاقل ان انت تدي حد فرصه من الناس اللي بتعمل يو جي سي؟ بص، انا والله وانا بكتب الرساله حاسس ان انا عايز اشتري مني. يعني انا لو براند وحد جه قال لي كده انا هشتري بجد. رساله عظيمه، رساله يعني تسلم ايدي بجد. عاوز تاخدها زي ما هي خدها، بس يعني انا عارف ان في ناس كتير هتاخدها زي ما هي، فخليك مميز وما تاخدهاش زي ما هي. جاوب فيها شويه، مش شويه كتير يعني. بص، بس المهم ايه، خليك مميز. انت خدت الفكره، انت هتديله قيمه، او انت قفشت مشكله عنده وبتقول له هتحلها ازاي، لان انت حلتها قبل كده ومعاك دليل ان انت حلتها قبل كده. ويا سلام لو طلبت المنتج منهم وعملت فيديو يو جي سي وبعته لهم وقلت لهم نفس الرساله اللي فاتت بلس انا فعلا اشتريت المنتج من عندكم وعملت له اعلان يو جي سي عشان اديهولكم ببلاش تجربوا بيه، تعملوا بيه اعلان وتشوفوا الفرق بنفسكم. ولو فعلا الفيديو جاب نتيجه، وانا متاكد ان باذن الله هو هيجيب نتيجه، احنا ممكن نشتغل مع بعض وانا متوفر للشغل. الرساله دي بجد عمرها ما خيبت معايا، مش في اليو جي سي بجد. انا اشتغلت يعني، عملت قبل كده فيديو اديتنج وعملت الحركه دي، والرساله دي ما بتخيبش يا جدعان باذن الله. الرساله دي ما بتخيبش. بعد ما العميل يرد عليك هيبعت لك المنتج هديه ويقول لك يلا بينا. هتكتب السكريبت الجميل بتاعك، الفويس اوفر الجميل بتاعك، البي رولز اللي هي الفيديوهات بتاعه المنتج الجميل بتاعك. طبعا بعد ما تخش على البنترست وتيك توك وفيسبوك وي وتاخد تغذيه بصريه، تعرف كادرات معينه تصور تكون اضاءه الشمس موجوده، او لو هتجيب اضاءه صناعيه وانا ما بفضلش ده بصراحه، اضاءه الشمس احسن بكتير. هتكتب السكريبت تبعته له، تاخد الاوكي على السكريبت عشان لو عنده تعديل على السكريبت يقوله لك، بدل ما تخلص الفيديو كله في الاخر يقول لك لا انا الحته دي مش عاجباني. تعمل فويس اوفر وتبعته له، عشان لو في عنده تعديل على الفويس اوفر، لا انت بتتكلم بسرعه، لا انت بتتكلم ببطء، لا 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 لا. فيبقى انت كل خطوه ماشيها انت بتقول له ايه رايك في دي، اكمل على كده، يقول لك اه او لا لو عنده تعديل، عشان ما ترجعش تعيد الشغل كله من الاول. خلصت السكريبت، خلصت الفويس اوفر، عملت البي رولز، قفلت الفيديو، جاهز تبعته للعميل. استنى، بعتوش للعميل وما تغلطش غلطه العميل ممكن يطلع نصاب. والله ممكن يطلع نصاب ويعني واسالني انا، طب اعرف منين ان العميل مش نصاب؟ واعمل ايه عشان احمي نفسي لو العميل نصاب؟ هتبعت الفيديو للعميل بكواليتي قليله، وهتحط ووتر مارك. يعني ايه ووتر مارك؟ يعني انت انت تفتح برنامج المونتاج عادي بتاعك، تجيب الفيديو، تكتب محمد ايهاب، مش تكتب محمد ايهاب، تكتب اسمك او ام اي اللي هي اختصار محمد ايهاب. هتكتب اختصار برضو اسمك، ما تكتبش ام اي او ايا كان. تحطها بعرض الفيديو وطول الفيديو ومشقلبة الفيديو كلها، وتعملها خفيفه بحيث تبقى مبينه اللي وراها، بس في نفس الوقت هي كمان باينه، يبقى العميل ما يعرفش يستخدم الفيديو ده في اعلان. طب العميل طلع نصاب وخد البتاع ما استخدموش في اعلان، بس انا خسرت بقى كل حاجه ووقتي ومجهودي وبتاع. يا باشا انت بتملى بورتفوليو، ما انت لسه عامل 6 فيديوهات ببلاش، جت على السبع. ولو كان باعت لك المنتج فانت ليك خدت منتج ببلاش، وبرده ما اديتوش الفيديو، لان هو ممكن يشغل دماغه يبعت لك المنتج ببلاش، تبعت له الفيديو ما يديكش فلوس، يبقى هو اداك منتج ببلاش وما بعتلكش فلوس.
فانت تخليك انصح منه، لا ناخد المنتج ببلاش ومش هبعت لك الفيديو غير لما تبعت الفلوس. خليك كده مدقدق في الشغلانه. طلع يا باشا الراجل سليم، شاف البتاع بتاع اللي عليه ووتر مارك والكواليتي قليله، قال لك خلاص الفيديو ده 100 100، اعمل لك ايه؟ اقول له بعت لي الفلوس. بعت لك الفلوس من هنا، تديله الفيديو. احلى 1000 جنيه عملتها في حياتك. في طريقه تانية برضو عشان ما اكونش حرمتك من حاجه. انا عارف ان الفيديو طول وعارف ان انت زهقت، بس بجد انا عايز اقول لك كل حاجه انا اعرفها. لو انت حابب تعمل محتوى على تيك توك او يوتيوب او ايا كان وتطلع بوشك، ممكن تاخد محتوى معين زي المحتوى التقني او محتوى الملابس، وتبدا تعمل فيديوهات ان انت بتلبس وجيت ريدي ويز مي، وتبدا تجرب المش عارف ايه ده، وتبدا تجرب المش عارف ايه ده، ويبقى ده محتواك اصلا، مش انت بتعمله عشان فلوس، لا ده محتواك. فتبدا البراندات تكلمك عشان تقول لك احنا عجبنا الفيديوهات اللي انت بتعملها دي عندك في القناه، ممكن نبعت لك المنتج بتاعنا وتعمل لنا فيديوهات UGC نعمل عليها اعلانات. يبقى انت كده بيجي لك كلاينتس وانت قاعد ما بتعملش اي حاجه. 100 100 صح. الطريقه دي مجربه وشغاله 100% باذن الله. اتمنى اكون فدتك. عارف ان الفيديو طول وبجد معلش، هسيب لك كل طبعا اللينكات اللي انا قلت لك عليها تحت في الديسكربشن. الفيديو ده فيه معلومات كتير جدا جدا جدا، وانت مش محتاج غير الفيديو ده بجد عشان تخش مجال UGC. الفيديو ده تعبت عليه جدا وجهزت فيه كتير جدا بجد، قاعد بصور الساعه 1:03 بالليل ولسه همنتج بس عشان انت تستفيد باذن الله، يعود عليكم بالنفع وفعلا تبداوا تجيبوا فلوس. لو عجبك المحتوى عايز تشوف محتوى زي ده تاني، ان انا بجرب طرق بتجيب فلوس وبشاركك الطرق دي من الصفر، اعمل لي سبسكرايب. سلام.